يا جماعة عملنا بقى عجة جميلة جدا سهلة وبسيطة بأربع بيضات بس وكوباية لبن، وعملنا صينية خطيرة وطعمها خطير جدا. طب ما تيجوا نشوف الوصفة عاملة ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا. انا هعمل النهاردة عجة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. تعالوا بس نعمل الاول ايه معانا. احنا معانا بصلتين خرطهم كده مكعبات، معانا نص قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، معايا كزبرة على شبت، معايا طماطم يعني حبايتين اتنين بس من الطماطم، معايا معلقه واحده من الثوم المهروس. تعالوا بقى نشوف الاول احنا هنعمل ايه. هنحط دول بقى في الزيت. ويا جماعه حطينا بقى ايه معلقتين 3 زيت كده، وهندي بقى ايه نشوح بس البصل بتاعنا كده الاول. هنديله ايه تتبيله كده، يعني هندبل بس ايه البصل كده اهو. ويا جماعه ما هننزل بقى ايه يعني 4 فصوص، هنقول 4 فصوص من الثوم، مش رسمة كبيرة، يعني معلقة، هنقول معلقة صغيرة. وهننزل بقى كده بقى مع البصل بتاعنا اهوت، يعني 4 فصوص ثوم 3 على قد ما انت بتحبي يعني كمية الثوم في الاكل. بس هو بصراحة يعني ريحته خطيرة مع البصل. الفلفل بتاعي الاحمر والفلفل الاخضر هنزل بهم نص قرن احمر وقرن اخضر، مقطعاهم ايه مكعب كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وبرضه هديهم تشويحة كده مع البصل والثوم، وريحتها خطيرة بجد، ريحتها جامدة. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. العجة بتاعتنا ممكن تنفع غدا فطار عشاء في اي وقت عادي، يعني مش لها ميعاد معين يعني، بس جميلة جدا وسهلة وبسيطة واقتصادية. كده البصل بتاعي والفلفل دبل كده وبقى تمام، هركنها بقى على جنب. تعالوا نكمل بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. ويا جماعه معانا بقى 4 بيضات اهوت، هنزل بهم بقى في البوله بتاعتي كده. هنعمل العجه بتاعتنا ب4 بيضات بس، مش هنكلف اكتر من كده اهو. البيض بتاعنا كويس جدا اهو بالمضرب. معانا كوبايه من اللبن اهو، بسم الله كده كويس. معانا طماطمتين اللي انا قلت لكم عليهم مقطعاهم، هنزل بهم برضو اهو. معانا خضره تشكيله شبت وكزبره، هنزل بها اهو كده. المكونات بتاعتي ماشيه واحده واحده اهو معاكم. التتبيله بقى معايا معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره 7 بهارات، معلقه صغيره كمون، نص معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره ملح، 2 مرقه دجاج. وهنزل بهم معايا معلقه صغيره بيكنج باودر، بس هسيبها دلوقتي للاخر. معايا 4 معالق دقيق، بسم الله اهوت اهو. 4 معالق دقيق هرم، وهقلبهم كده كويس جدا اهو. هقلب المكونات بتاعتي كلها في بعضها كده اهو. وهحط بقى البيكنج باودر، ومعايا نص كوبايه من السمنه على الزيت، نص كوبايه سمنه على زيت اهي. على فكره ريحتها جميله جدا يا جماعه بصراحه، يعني انا بعمل فيها كده لسه، بس ريحتها جامده اهوت. معانا بقى ايه البصل والفلفل بتاعنا، هنزل بيه اهو بعد ما شوحناه وركناه على جنب. ريحته خطيره، وصفه سهله وبسيطه. هنقلب كده كله كويس في بعضه اهو. ممكن زي ما انا قلت لكم ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء، زي ما تحب، مش هيقول لا خالص.
ومعانا صينيه، طبعا حابه تحطها في اي صينيه تعجبك اهوت. وهنزل بقى بالمكونات بتاعتي كده اهي في الصينيه بتاعتي. دهنتها طبعا شويه من السمنه، يعني معلقه كده من السمنه دهنت الصينيه بتاعتي اهو. شفتوا شو جميله ازاي؟ الفرن متولع على درجه حراره 180، مولعاه بدري شويه يعني قبل ما وانا بجهز فيها، يعني ولعته وسبته يكون ساخن يعني. وهنحطها بقى في الفرن ونرجع لكم. وهي يا جماعه شفتوا بقى الصينيه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله لسه طالعه من الفرن شفتوا سخنه مولعه. هنسيبها بقى تهدى ونقطعها معاكم. شفتوا عامله ازاي؟ حاجه روعه. هقطعها بقى معاكم بسم الله الرحمن الرحيم اهو. العجه بتاعتي جميله جدا بصراحه، يعني مش هقول لكم على ريحتها، وسهله وبسيطه زي ما احنا بنقول، واقتصاديه وحلوه خالص اهو. طعمها حلو خالص خالص بجد. عايزاكم بقى تجربوها. وهي يا جماعه شفتوا جميله جدا وروعه بجد بجد روعه. عايزاكم تجربوها اهو. طعمها خطير وحلوه جدا ومستويه بقى ومن تحت ومن فوق وحلوه خالص. هدوقها كده بس معاكم. انا ما يعني مش بعرف ادوق، بس هجرب دي. دقتها وطعمها خطير وسهله وبسيطه زي ما انا قلت لكم. وهوت يعني مش عايزه يوم معين، لا في اي وقت تقوموا وتعمليها. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.